السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الزمالك: لحراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. خط الوسط أكيد هيكون إمام عاشور، مروان عطية، وواحد من الثنائي عمرو السولية أو كوكا. خط الهجوم هيكون رضا سليم، بيرسيتاو، وموديست، وسام ابو علي في القايمه، لكن ما اعتقدش ان كولر هيجازف بيه. الحقيقه عاوز اتكلم عن رامي ربيعه، ومفيش شك ان رامي ربيعه من افضل المدافعين اللي لعبوا في كره القدم المصريه، لكن للاسف الاصابات كانت معنداه، وبعد طبعا الاصابه اللي بعدته عن المنتخب وعن النادي الاهلي فترات طويله جدا الحقيقه مستواه قل قوي. لكن برضه رامي ربيعه لعيب كبير وعنده خبرات، بس مباراة زي دي ما ينفعش أي هفوة. رامي ربيعة كلنا شفناه في مباريات مهمة، عنده ميس باص قدام منطقة الجزاء بتؤدي لكوارث، ولكن لأن رامي ربيعة مركزه نص ملعب فبيلعب بثقة زايدة. كمان الباص من رامي ربيعة دايما بالعرض وفي أماكن خطيرة جدا. ربيعة مركزه حساس وما ينفعش فيه الغلط، وأنا بتمنى إن رامي ربيعة يركز في المباراة ويحاول يقلل من الميس باص. بالنسبة لنادي الزمالك فيه 3 لعيبة إذا عرفنا نمسكهم بجد هنكسب، وكمان هنروح على مرماهم كتير قوي. هو أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد، وإن كان فتوح بعيد عن مستواه لكن زيزو وعبد الله السعيد أخطر ما في الزمالك. ولو ركزت مع زيزو هتلاقيه في معظم المباريات رايح ناحية اليمين قوي، وده طبعا علشان يلعب العرضيات في القلب، وده حصل وخسرنا بطولات من عرضيات زيزو للجزيري وكلنا عارفين. بالنسبة لعبد الله السعيد بيلعب دايما الكرة الطولية في ظهر قلبي الدفاع ومتميز فيها جدا. عبد الله السعيد بيعرف يقف على الكرة ودايما كاشف الملعب، وده طبعا هيركز في الطولية لزيزو، فإن علي معلول ممكن ما يتقدمش كتير ويهتم بالناحية الدفاعية أكتر، فلازم حد من ارتكاز الوسط يسند مع علي معلول. أندرسن درانكو هو حكم اللقاء البرازيلي الجنسية، وهو كان لاعب كرة يد أصلا، وكان بيعمل مدرسا للتربية الرياضية. عنده 43 سنة لكنه يمتاز بالقوة الجسمانية وكمان اللياقة البدنية العالية جدا. بالنسبة للاعب الأهلي مفيش داعي للاعتراض على الحكم، لأنه أسهل حاجة عنده الإنذارات، وكمان بلاش علشان شكله مرعب لأنه شبه المصارعين، فبلاش علشان ما نقلش من نفسنا والراجل ده يمد إيده على حد.